هذه الدنيا ليست بشيء. هذا الذي تراه فيها ويغرك ويسرك وتتمناه وتغبط الذين لهم ذلك الذي ليس عندك. هذه الدنيا ليست بشيء، ليست بشيء. أعجبني قول إنسان: نحن نعيش في دار الخيال، دار الحقيقة هي التي نأتيها. هذه خيالات، خيالات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كيف هذا؟ يوم أو بعض يوم، خيال. يتخيلون أن الحقيقة هي التي تأتيها. كم سنعيش في هذه الدنيا؟ وكم سنعيش في البرزخ؟ وكم سنعيش في الآخرة؟ العاقل يقدرها صح، هذا العاقل يقدرها صح. يعني الآن بالنسبة لي أعطيكم مثال، احنا الآن 1437 صح؟ عثمان بن عفان استشهد سنة 36 من الهجرة، يعني آخر 35. طيب، في ذي الحجة، يعني الآن كم صار له في قبره؟ 1400 سنة. 1400 سنة بحياة البرزخ. الآن إلى متى سيستمر في قبره؟ الله أعلم. بعد 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم متى تكون الساعة. هذه الحياة 1400 أو 2000 أو 2000 وشيء، ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان حتى يسعد فيها؟ وكم هذه الحياة التي نعيشها؟ 50 60 70 سنة؟ ماذا؟ شيل منها 10 سنوات طفولة، شيل منها 10 سنوات مرض، شيل منها 20 سنة نوم. شيل هالدنيا هذه اللي يترك كل شيء لأجلها. ثم تعال حياة الآخرة، الحياة الأبدية السرمدية الدائمة التي ليس بعدها موت، سواء كان في الجنة أو في النار. صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ألا تستحق أن يعمل لها الإنسان ويجتهد لها بدل هذه الحياة التافهة؟ وإذا سميت الحياة الدنيا من الدناءة والحقارة، هذا إذا عاش الإنسان إلى 60 و70. وكلكم يعلم بلا استثناء، تعلمون أشخاصا ماتوا 17 18 20 أقل أكثر، صح ولا لا؟ ما تستحق، ما تستحق. أحدثكم عن الدنيا التي شغفت قلوبنا، فأصبحنا من أجلها نتزاور ونتحاب ونتقاطع، أشغلتنا في كل شؤوننا حتى في مناماتنا. ما أجمل أن نعرف حقيقتها لنحسن التعامل معها. هذه الدنيا هل هي باقية أو فانية؟ هل تعلم أخي الكريم أنك محكوم عليك بالإعدام مع تأجيل التنفيذ؟ عندما كنا في أرحام أمهاتنا كتبت أعمارنا، إذن فنحن لن نتقدم عن أجلنا ولن نتأخر، فهو محدد. فإذن هل هذا نعيم يستحق أن نتعب من أجله؟ يجب أن نعطيها حجمها، استمتع فيها، انكح ما طاب لك من النساء كما قال الله، امشوا في مناكبها، كلوا من رزقه، بع اشتر، كل شيء، اعمل كل شيء، لكن انتبه، انتبه من لذات ستكون وبال عليك يوم القيامة. لأن نحن ننسى، لكن كل شيء مكتوب عند ربي لا ينسى أبدا. الدنيا هذه الأصل فيها الكبد والمشقة، إذا أنت محتاج لعون الله عز وجل. فإذا أنا أوصيك بوصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من يملك الدنيا إلا الله عز وجل. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. سبحان الله. هل ترضى أنت أن يكون خصمك هو الله؟ ألا تريد أن يسخر لك الله عز وجل كل أمر عسير؟ إذن احفظ هذا الحديث. وبعطيكم قصة. وقف رجل مسن في أحد المساجد فقال: يا ناس، معي بضاعة، من يشتريها مني؟ فقالوا: ما هي بضاعتك؟ قال: معي 1000 ناموسة، ناموس بعوض، من يشتريها مني؟ فاستهتر الناس فيه وسخروا من أحد يشتري ناموس. فقال: سبحان الله، أعطيكم 1000 باعوضة
فتزهدون فيها. والله إن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فأرجوك أعطيها حجمها وعش للآخرة وليس للدنيا. بارك الله. الدنيا غرارة ودوارة ومكارة لا تستقر على حال من القلق، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جفت أو جفت، وإذا أينعت نعت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة من زمن ثم تنقضي، ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.